إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، لقد خلقنا الله جل وعلا لتوحيده ولطاعته، وبين لنا طريق الخير والشر لالتزام طاعته واجتناب معصيته، وأمرنا بدوام ذكره وشكره وحسن عبادته. قال سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأمرنا سبحانه وتعالى إذا عملنا أن نحسن القصد والعمل، ولهذا جاء الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس وفي يده عود ينكثه أو ينكث به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. فقالوا: يا رسول الله، فما العمل؟ قالوا: فما العمل يا رسول الله؟ أفلا نتكل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فما من أحد يعمل بعمل أهل الجنة صادقا من قلبه إلا وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك، وما من أحد يعمل فيما يظهر للناس من الصلاح وباطنه الفساد إلا خذله الله جل وعلا في الدنيا والآخرة ويوم يقوم الأشهاد. ولهذا جاء عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أعظم المسلمين غنى عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه أحد القوم وهو في تلك الحال، وهو أشد الناس على المشركين، حتى جرح فاستعجل الموت، ثم جعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه فمات. فجاء الرجل مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: فلان. قلت: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى ذلك. وكان من أعظم الناس أشد على المشركين، ثم استعجل الموت فقتل نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. إنما الأعمال بالخواتيم. وهذا سبب عباد الله إنها دسيسة في قلبه أو دخيلة في نفسه، وإلا من أحسن نيته وصلح عمله وصلح كذلك قصده وكانت توبته صادقة فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له حسن الختام. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل
ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. عباد الله، ولما كانت الأعمال بالخواتيم فنحن الآن في خواتيم هذا الشهر المبارك. كان لزاما على العاقل أن يسعى في حسن الختام وحسن العمل في هذا الشهر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كما جاء الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وكيف لا يشمر العبد ويغتنم هذه اللحظات وهذه الأوقات في الصيام والقيام وفي غفران الذنوب وتكفير السيئات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فبادروا رحمكم الله في هذه الأيام وهذه اللحظات التي بقيت من هذا الشهر المبارك، فنسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالصالحات. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. عباد الله، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا عليه بطاعته يرزقكم، فالله سبحانه وتعالى مطلع على العباد. عباد الله، إن من حسن ختام هذا الشهر عبادة عظيمة من العبادات شرعها وفرضها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي زكاة الفطر التي شرعت في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة، لتكون طهرا للصائم مما عسى أن يقع من خطايا الآدميين، لتكون عونا للفقراء والمحتاجين. فلهذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر للصائمين من اللغو والرفث وطعمة كذلك للمساكين. من أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أخرجها أهل السنن، وهي واجبة على كل فرد من المسلمين يخرجها عن نفسه وكذلك عمن يعول من أهله كالزوجة والأولاد، ويجب أن تخرج قبل غروب شمس ليلة الفطر، ويكون كذلك فيها الجواز أن يخرجها بيوم أو يومين قبل ليلة الفطر. ولهذا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهكذا قد رخص بعض أهل العلم كما تقدم أن تخرج قبلها بيوم أو يومين. ولا يجوز عباد الله كما قال كثير من أهل العلم أن تخرج بدل الطعام مالا. عباد الله، ينبغي كذلك الحرص على أداء صلاة العيد في المصليات، كذلك لا حرج أن يصلي الإنسان في المساجد فإنها من شعائر الإسلام. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والسنة عباد الله في أول ليلة من ليالي عيد الفطر يشرع التكبير حتى يخرج الإمام لصلاة العيد، وكذلك من السنن التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم
إنه أمر جميع المسلمين للخروج لشهود صلاة العيد من الرجال والنساء والصبيان والأطفال، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى. عباد الله، إن من صلى في المصلى فإنه لا يصلي تحية المسجد، فإن المصليات لا تأخذ أحكام المساجد. وكذلك من السنن أن يغتسل ويتطيب ويلبس أجمل الثياب، فقد كان صلى الله عليه وسلم يلبس لخروجه لصلاة العيدين أجمل الثياب، وكان له حلة يلبسها عليه الصلاة والسلام في العيدين والجمعة. وكذلك يسن للمؤمن أن يخرج وهو مفطر فيأكل التمرات قبل أن يأتي إلى المصلى، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى صلاة العيد لم يخرج حتى يأكل تمرات، كان يأكلهن فرادا أي وترا. ويسن كذلك الذهاب من طريق وكذلك الرجوع من آخر، فكان فعله صلى الله عليه وسلم كذلك. عباد الله، إنما الأعمال بخواتيمها، فعلى الإنسان أن يسعى في خواتيم هذا الشهر ولحظات هذا الشهر ولا يترك منه شيئا إلا بادر بالخير والبر، فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. عباد الله، فالعبرة ليست بنقص البدايات، إنما العبرة بتمام وكمال النهايات. اللهم سلم لنا ما بقي من رمضان، اللهم سلم لنا ما بقي من رمضان، واختم لنا اللهم بالرضوان والعتق من النيران والفوز بالجنان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لإخواننا المسلمين في غزة، اللهم كن لإخواننا في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم دبرهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم والق الرعب في قلوبهم، اللهم حرك في أجسادهم ما كان ساكنا وسكن في أجسادهم ما كان متحركا. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، وأرنا بهم كل آية يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.